الكريم الأستاذ أبو عبيدة عباس كلمسة وفاة له لأدواره والكبيرة اللي بيقوم بها تجاه الجالية في المملكة العربية. ومما جينا المملكة ما شاء الله أبو عبيدة عباس في أي محفل بنلقاه حاضر بشعار النيل الأزرق، والتحية للتلفزيون القومي. وكإعلاميو السودان بالسعودية نزجي كثير التحايا والتقدير للأستاذ أبو عبيدة ونشد من أذره. تشرفت بالدعوة الكريمة من الإخوان بالبيت السوداني أو الملتقى السوداني لحضور المناسبة الكريمة تكريم الأستاذ أبو عبيدة، وهذا شرف لنا. وأي مناسبة سودانية تجمع الأخوة السودانيين والسعوديين نشرف بحضورها، وشكرا للجميع. أرحب بقناة النيل الأزرق وتلفزيون السودان في هذه المناسبة السعيدة الكبيرة، ونحن نكرم منتدى البيت السوداني، يكرم أحد الإعلاميين المميزين الذين ظلوا يقدموا للجالية السودانية الكثير في كافة مناسباتهم، ألا وهو الأستاذ أبو عبيدة عباس، الذي يعني لا نستطيع أن نصف ماذا قدم للجالية السودانية في كل مناسبات. أمسك صوتك والنسيم سارق خيالي، بتذكرك أنا والهواجس والظنون، كلمني كلمني وداني كون، حيطني صمتك يا حنون، كلمني والقاني كون، حيطني صمتك. عبيدة جزء أصيل من وقناة النيل الأزرق حقيقة جزء أصيل من المناسبات الاجتماعية للسودانيين لأفراد الجالية، ظل مشارك لها في كل أنشطتها، وظل هو شريك أصيل لكل أفراد الجالية في مناسباتهم في أفراحهم وفي أتراحهم. هذا التكريم غير مستغرب من البيت السوداني وغير مستغرب لتكريم الأستاذ أبو عبيدة عباس وقناة النيل الأزرق. نحن سعيدين جدا جدا بوجود الجمع الكريم الكبير ده في احتفالية أبو عبيدة عباس، والوجود الكبير ده كله إن دل على شيء إنما يدل على عظمة هذا الإنسان. أشكركم جميعا، دائما في تغطية الحدث، دائما تغطياتنا توصل للعالم. أشكركم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخ علي القحطاني، حكم في الاتحاد السعودي ومع الجاليات السودانية أكثر من 26 عام. نشكر قناة النيل على الاستضافة هذه في تكريم كبير للإعلامي أبو عبيدة عباس. جتنا دعوة من الملتقى البيت السوداني، حبينا نكون متواجدين مع الأخوة السودانيين في هذا الحفل الكبير. حقيقة أبو عبيدة علم من أعلام السودان في الإعلام، ولا نقدر نتأخر أي يوم إلا ونكون موجودين في أي حفل للأخوة السودانيين. نشكركم ونشكر قناة النيل مرة ثانية. شكرا لكم جميعا. طيب، في البداية كل الشكر لملتقى البيت السوداني اللي بادر بهذه المبادرة الكريمة تكريمي في هذا اليوم. وحقيقة تكريمي هو تكريم لكل إعلامي بالمملكة العربية السعودية، وده واجبنا. نحن بنقوم بدور وبنأدي رسالة إعلامية بنعكس ما يدور في المملكة العربية السعودية من فعاليات وأنشطة الجالية السودانية. حقيقة أنا بهدي هذا التكريم لكل فرد، لكل أخ عزيز في محبوبتي الأولى في قرية الثانية الأميرة، القرية التي أنجبتني. فأنا مهما تكلمت لا أوفي هذه الأميرة حقها. التحية لها والتحية لكل فرد في الثانية ولكل إعلامي بالمملكة العربية السعودية وبالسودان. تحياتي وتقديري.